الفرق بين الربا وبين البيع بالتقسيط او ان انت تشتري بالتقسيط شعره. خلي بالك وركز في الكلمتين دول وسمعني الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. افترض معايا ان القلم دوت هو موبايل، فانت هتروح لواحد وتقول له انا عاوز اشتري منك الموبايل دوت قسط منك ليه، مفيش وسيط بينكم انتوا الاثنين، فيقول لك ان انا هدولك 2000 جنيه كاش، لو خدته مني قسط بتدفع 3000 جنيه، يعني فرق 1000 جنيه على سنه، فيجوز الكلام ده؟ ايوه، ده اسمه البيع بالتقسيط ومش حرام لان مفيش بينكم وسيط، بشرط يكون الاجل معلوم لمدة سنة تقريبا والقسط معلوم ما يكونش فيه غرامة تأخير. خلي بالك، يعني لو اتأخرت عن الشهر اللي جاي هدفعك غرامة، فالشرط ده اسمه شرط ربوي. لو الشرط ده مش موجود يبقى البيع ده اسمه بيع بالتقسيط وهو حلال. اما بقى الربا انك انت تروح لواحد وتقول له انا نفسي اشتري موبايل بس مش معايا فلوس، يقول لك تعالى معايا عشان نروح لابو عبده بتاع الموبايلات، فياخدك من ايدك وتروح انت وهو نقي الموبايل اللي انت عايزه، وريني فرجني يا ابو عبده على الموبايلات اللي عندك، فتنقي انت موبايل من هنا، فتقول لابو عبده بكام الموبايل ده، فيقول لك ب 2000 جنيه يا اسطى. لو خدناه قسط يا ابو عبده بكام؟ ب 3000 جنيه يا اسطى. اصبحت المعامله دي بين ثلاثه، بين اللي هيشتري وبين صاحب السلعه وبين واحد دخل في النص اللي هو هيجي يساعدك وعاوز يمولك، اسمه الممول، شرعا اسمه المقرض. هيقوم قايل لك خد الموبايل يا احمد وتوكل انت على الله، وكل اول شهر هتديني كذا، ويقوم هو دافع كاش 2000 جنيه ثمن الموبايل للراجل، وبعد كده تبدا انت تقسط معاه. ده اسمه ربا يا حبيب قلبي، كانه بالظبط بيديلك قرض في ايدك 2000 جنيه وانت بتسدهم له 3000 جنيه، بس بدل ما يديك القرض في ايدك راح اداه لصاحب السلعه. هتقول لي ما هي يا عم شريف، ما الاولانيه زي الثانيه. لا يا حبيبي، الفرق بينهم شعره. قال الله عز وجل قالوا انما البيع مثل الربا، كان زمان بيقولوا ان البيع زي الربا، زي ما انت بتقول بالظبط كده. فرد الله عز وجل عليهم وقال واحل الله البيع وحرم الربا. البيع مش زي الربا، صح ان في طرفين اتنين عشان تبقى البيعه صحيحه، بائع ومشتري، لو دخل طرف ثالث اسمه ممول او مقرض اصبحت معامله ربويه. حلو الكلام، كلام جميل. شيل بقى الكلمتين دول عشان غيرك ينتفع، ونحذر الناس من المعامله ديت، واوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.